بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم بتسجيل تقرير تصميم شبكة النيلين. شبكة النيلين هي عبارة عن شبكة مفترضة فيها عدد من المستخدمين من طلبة إداريين حوالي 65,000 مستخدم بعد نطاق 80% من المستخدمين. فيها 30% ل 40% مستخدم يدخل الإنترنت بحوالي 4,000 مستخدم. في ساعات الذروة من 10 إلى 11 أو من 1 إلى 2 ظهرا من الأبلينك والداونلينك simultaneously. بيدخل لنا سيمتريك من البروفايدر بحوالي 250 ميجا هرتز. التصميم التصوري إنه في مجموعة من الكليات متصلة مع بعضها البعض. كل مجموعة مجمع من الكليات كل كمبوس متصل مع بعضه. كلية التجارة، كلية العلوم، كلية التجارة وكلية الاقتصاد والحاسب الآلي كلهم كمبوس متصل مع الداتا سنتر عن طريق الفايبر. عندنا الكمبوس الثاني الهندسة وكلية الطب والتمريض والمختبرات كمبوس متصل مع الداتا سنتر باستخدام أوبتيكال فايبر. عندنا الكمبوس الثاني كلية طب الأسنان، كلية الإحصاء، دبلومات الحاسب متصلين مع بعض باستخدام راديو فريكونسي أنتنا. متصلين كلهم مع بعض عن طريق السويتشز بالداتا سنتر أو بداتا تكنولوجي. عندنا كلية الصيدلة والإدارات مع بعضها متصلة مع الداتا سنتر عن طريق الوايرلس. كذلك كلية القانون، كلية الآداب كلها متصلة مع بعضها عن طريق الأوبتيكال فايبر مع الداتا سنتر. عندنا كلية جبل أولياء، كلية الزراعة متصلة مع كلية البصريات، كلية التربية زراعة البجر عن طريق الراديو فريكونسي. كذلك متصلة بالراديو فريكونسي مع كلية البصريات كلهم متصلين مع بعض باستخدام الأوبتيكال فايبر. متصلين مع الداتا سنتر إدارة التقنية كلهم متصلين مع بعض بالسويتشز وبيوصلوا معنا إلى ما يدخل إلى السويتش أو الراوتر الوصل إلى الإنترنت. بنلاحظ هنا لو أخذنا إكزامبل للكامبوس مثلا الكامبوس مجمع كلية الهندسة عبارة عن مجمع الهندسة، إدارات كلية الهندسة وإدارات كلية الطب وإدارات مستخدمة كذلك إدارة كلية التمريض مع سويتش. لو جينا شفنا التوزيع داخل الإدارة، إدارة كلية الهندسة نلقى إنه هنا دي الطابق الأعلى موصل مع بعض عن طريق الفاست إيثرنت رينج توبولوجي باستخدام أكسس بوينت. كذلك في الكمبيوتر لاب موصل عن طريق الفاست لينك عبارة عن رينج توبولوجي. وعندنا هنا الإدارات في الطابق الأسفل كذلك موصلين ديجيتال عن طريق الفاست لينك. بنلاحظ إنه هنا دي الكلية كل كلية عندها سيرفر مستخدم تجمع فيه كل الداتا من الإدارة الخاصة به ويوصل عن طريق السويتش يتصل مع الكليات التانية كذلك حتى يوصل للراوتر والإنترنت. عندنا هنا لو جينا شفنا نظام تفصيلي للشبكة نلقى إن الديزاين أو البيم بتاعتنا نلقاها عبارة عن الشبكة فيها الأي بي أدرس ومنتهية الأجهزة والتوصيلات والسكيورتي ومواقع الإنترنت. بنلاحظ إن الكباسيتي بتاعتنا بالنسبة للكامبوس اللي أنا اخترته مثلا في كلية الهندسة فيها 1500 طالب، كلية الطب 800 طالب، كلية المختبرات 700 طالب. المجموع الكلي للطلبة 3700 طالب كل واحد 5 كيلو هرتز. وبنلقى إن الكباسيتي 18500. ده التوتال كباسيتي. لو قلنا 30 ل 40% منهم هيدخلوا بساعة الذروة هيكون في عندنا عبارة عن 7400 كيلو هرتز. ده الكباسيتي المفترضة. تصميم الشبكة دي يكلفنا ما يعادل 40 40
داخل الشبكة وصلنا باستخدام الواي فاي. في الأكسس بوينت اللي داخل اللان، واللي خارج اللان كذلك أكسس بوينت بالنسبة للطلبة حتى يكبر أكبر عدد من المستخدمين يدخل من هنا للشبكة. لو لاحظنا هنا نلقى إنه في أكسس بوينت كتيرة جدا عشان نوصل أكبر عدد من الطلبة يقدروا يلقوا إنترنت متواصل أثناء وجودهم في الجامعة. هذا، والسلام عليكم.